السلام عليكم، شلونكم عيني؟ اليوم فيديو جديد. اليوم الثلاثاء 18 شهر 3. جولة بحديقتي المنزلية، راح احكي لكم شنو من اشجار مثمرة انا زارعها بالحديقة وشلون دا اتعامل وياها. بنفس الوقت هم فرة صغيرة نستمتع بهاي الورود الموسمية الربيعية اللي انا دائما انصح اقول ازرعوا هاي الورود واستمتعوا بها، وبعدين اجمعوا بذورها جددوا زراعتها بالشهر العاشر. على العموم يلا وياي. اول ما نبدي ويا شجرة التوكي او التوت، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الثمر اكثر من الاوراق. لا تلاحظون، انا دائما انصح اقول اشتروا شجرة التوكي. هذا النوع يسموه سلبوحي، بس هو شلون سلبوحي والله شبلكم يعني بثقن الاصبع وبطول الاصبع، يعني ما شاء الله الطعم يخبل، والتوكية حجمها كبير دا تلاحظون. وان شاء الله خلال ايام ساراويكم من يكبر ونلقط من عنده. اتمنى الكل كل من عنده حديقة خلي يزرع من هاي الشجرة، حتى اللي ما عنده حديقة اذا اكو برميل كبير يقدر يزرعها، المهم او يزرعها برا بالباب. شجرة حلوة بس اختاروها مطعمة. هذا مكان التطعيم، شوفوا تطعيم او تركيب يسموه. هذا الاصل ما اعرف شنو هذا الاصل، وهاي يعني مبين اكو فرق باللون بالجذع. هاي شجرة التوكي نوع سلبوحي حلوة، والحلو اللي بيها بالسنة تحمل مرتين، يعني هسه بالربيع وبالخريف تعطينا وجبة ثانية. اي والله. وشنو بعد الاحلى انه نقدر نزرع جوها الظليات بالصيف، اوراقها كبار تظلل على الجاردينيا، على العنكبوت، على هواية، على الاريكاريا. المهم يعني هم ثمر طعم وهم ظل وجمال. وسامعين كاظم سامي يقول له كلك على بعضك حلو اي والله حلوة حلوة الحمد لله والشكر. طبعا زارع عنب، عندي على هاي القمرية زارع عنب، وكل سنة اقلمه بشهر الواحد تقليم جائر، ما ابقي فيه يعني تفرعات. وهسه بدا ما شاء الله بدا يطلع. هذا عنقود مال العنب، بسم الله شوفوا عيني، هذا عنقود مال العنب بدا يعني توه. هذا اشتريت اني هرش هيك صغير، يعني ما بي طوله شبر. انا يعجبني اشتري نبتات صغار حتى هي تثبت جذورها وبعدين تصعد. المهم صغير وقام يطول، قمت شو اسوي؟ اقصقص الاطراف يمين ويسار، ما بقي، خليته يعني المونه والقوه وين؟ بالقمه، الان صعد وهنا تمدد على القمريه. لا تلاحظون هذا منا للاخير. سبحان الله، يعني كل سنه يحمل عندي ثمر خير من الله، واوزع للجوارين وللاقرباء للاصدقاء. فازرعوا العنب على القمريه. واذا اشتريتوا هسه بالمشاتل اللي يبيعوهن مشلوع، يعني بقد هذا الهرش مالتنا، بس شنو مسوي؟ شلون الصوندة فيها. فمن تشتروا وزرعوا لا تفتحوا هاي اللفه ولا تصعدوا على القمريه، خلوه بمكانه بالقاع حتى لان الجذور ما بيها حيل تعطي غذاء لي فوق، حتى شوي شوي الجذور تتمدد بالقاع تفرش وتعطي غذاء شوي شوي. من تحسون نبتة صارت يعني تمام ثبتت، عود افتحوا هاللفة وصعدوها على القمرية. اتمنى وصلتكم الفكرة. النارنج دائما انا انصح اقول ازرعوا اشجار نارنج، حتى لو زرعوها من البذر من النوع هسه موجود، تعصرون الثمر، اخذوا العصير والبذور جففوها اسبوعين، غسلوها جففوها وزرعوها تطلع تخضر. المهم
تذكرون قبل شهر او اكثر من وزعت الثمر ماله، والحمد لله والشكر. هسه هذا كله قداح طالع، هذا قداح وينه؟ ترى لقفه. اي هذا القداح لقفته، هذا قدامكم الحمد لله والشكر. شوفوا منظر الشجرة ايش قد حلو، شلون مفرح. هاي اشجار النارنج، هذين يعني زارعهن عن طريق البذور، والحمد لله والشكر. شوف هاي كلها قداح مليانات والحمد لله. هاي عندي شجرتين مال البرتقال، شوفوا ايش قد بيها ما شاء الله، ايش قد بيها قداح. طبعا هسه دا اسولف وياكم والعطر يفوح من القداح، وهاي النحل مبلش دا يسرح على طبعا بلشت تعقد الثمار ان شاء الله. هسه اني بعد ما انطي مي، انطي يعني بالاسبوع مرة، انطي شيء قليل بهاي الفترة حتى لا يوقع القداح. قد ما اني ملتزم اكو قداح واقع بالجاع. تقللون السقي بهاي الايام. هذني شجرتين مال برتقال، هذا برتقال عراقي الطعم ماله يخبل والحمد لله والشكر. بالنسبة للتسميد اني اسمد بالشتاء سماد عضوي، مخلفات طيور مخلفات اغنام، احرث التربة حولهن واجيب وكوم. هنا يعني مليانة مخلفات طيور مخلفات اغنام، وتشوفون ما شاء الله يعني. ومن وغاد راح ابلش هاي الخلطة مال السماد اللي هي NPK متعادل وداب وشيلات حديد وشوية من اليوريا. هسه نبلش بالورود الموسمية اللي أنا دائما أنصح أقول ازرعوها. أول ما نبدي بورد الشبكة اللي اسمها زهرة الأليسيوم. أنا كذا مرة شرحت لكم عنها، بس هواي يسألون يابا شلون زرعتها، شلون تتكاثر، شو وقت تنتهي، شو وقت تبدي. هاي زهرة الأليسيوم زرعت بذورها بشهر العاشر. جيت هنا نثرت البذور من الطول للطول، هيأت التربة طبعا، حرثتها وتسمدتها، بعدين جيت طشت البذور، انبتت وبلشت الزهر بشهر 11 12، وهسه احنا بشهر الثالث والحمد لله والشكر. يعني مالية الحديقة. هاي زهرة الأليسيوم. و بشهر السادس او بالخامس، نهاية الخامس راح من الحر راح تنتهي، راح تبدي تجف وتزهير ماكو. فاني اتعاجز الم البذور هيجي، يعني المها الهرج كله اشلعه واخليه بكرتونه. وقايل لكم كذا مره اشلع لي كم هرج اخليه بكرتونه، اجففهن واجي بشهر العاشر افركهن هذين اليابسات وعلى الله. واذا ما اشوف الا كلهن انبتن البذور. تمام. زهرة الأليسيوم بيها كذا لون، بيها ثلاث اربع الوان، بس اني كثرت بس اللون الابيض لانه ما شاء الله بيه فد عطر اكثر من روعه. واستخدمتها للتحديد بين الثيل واللاين، يعني خليتها من جهه الثيل اذا تلاحظون، وهي يعني تتمدد. فاني ايش اسوي؟ شوفوا عيني اريد اشوف منو قلبه يطي مثلي، هيك اقصقصها حتى تلاحظون، يعني حتى تظل عدله جانب الطحين اللاصق. هسه غير يروح. يلا الله يرزقه ان شاء الله. هاي الورود يزرعوها، هاي كلها موسميه، تلقوها هسه بالمشاتل مثل هذا القرنفل الصيني او ورد الدقمه او البتونيا. اشتروها شكلها ب500، يجوز شوي اكثر. المهم اشتروها وزرعوها
تردون بالقاع، واذا ما عندكم حديقة بالسنادين. تمام. واستمتعوا بها منا نفس الاليسيوم، شهر نهاية الخامس السادس، وهم اجمعوا بذورها وجددوا زراعتها. يعني بعد ما تشترون شتلات عندكم بذور وتصيروا منتجين. اتمنى كل المتابعين يصيروا منتجين مثلي. يعني ترى ما اصرف ما اخرج على قد حالي، من شتلة واحدة سويت آلاف، وش قد وزعت والحمد لله والشكر. فأتمنى تاخذون بحكايتي، تشترون مرة. أنا ولو عن نفسي بس البتونية تعاجزت أجمعت بذورها، إن شاء الله هالسنة أجمع بذورها وجدد زراعتها. فقصدي اشتروا واستمتعوا، ولا تقولون باكر عقب يجي الحر يقتلهن. إيه، هن ذني ربيعيات ينتهن بالصيف، منا لما ينتهن ونجمع بذورهن. نسيت اقول لكم ازرعوا بمكانهن مثلا ورد الصباح او ورد الزينيه. هاي ورد الزينيه هاي مصيبه، هاي تخبل. هاي اكثارها جدا سهل عن طريق البذور. تنزرع بذورها بشهر الثاني الثالث، تنبت وتزهر وتستمر الصيف كله وللخريف. وحتى هاي والله زرعتها يعني عبر الشتاء، خلصتها الشتاء وهي موجوده عايشه. يعني شلون نقول، عمر التفقه. زين، والحمد لله. هاي ورد الزينية. ما اريد واحد يشكي وعلى ابو ما عندي حديقة، ترى ازعل والله انقهر. يعني ازرعوا هيجي بالحائط، سنادين، بالطرمة، بالسطح، اي شيء، المهم ازرعوا واستمتعوا. واذا ما عندكم لا طرمة ولا شيء اطلع برا بالباب. يقولون هاي يومية خبلتنا، يومية طالع برا صور. طلعوا تونسوا وزرعوا، مو سووا هيك قمرية وعلقوا عليها. شوف هذا حسين ابني المهمل ذاب الكوب مال شاي. من يفطر يطلع برا يشرب الشاي ويعوفه ينساه برا. المهم ازرعوا واستمتعوا. يا رب ان شاء الله دا تستفادوا من هاي المعلومات البسيطة، ودا تستمتعون بهاي المقاطع، ورب يحفظكم. اخوكم ابو مشتاق طالب العزاوي، تحياتي.